مدينة نجاتة، ثالثة ثانوي، مدرسة يا بنات. ده جهاز اكتشاف الفيروسات بدون سحب دم. سبب اكتشاف الجهاز يعني السبب الخلاني أعمل الجهاز إنه ظهر في السعودية وفاة 600 شخص بسبب فيروس كورونا، وده محدش عرف له سبب غير بعد حدوث الوفيات. فأنا حبيت أعمل حاجة جديدة حتى في بعض الأشخاص بيبقى عندهم مشاكل في فقر الدم والدورة الدموية وأنيميا، فمن غير سحب أي دم. الجهاز له هدفين، الهدف الأول هو اكتشاف الفيروسات الموجودة في الجسم. الهدف الثاني هو لو في فيروس انتشر في الطبيعة لسه ما اكتشفش، أنا ممكن أكتشفه. إزاي؟ أنا عندي هيبقى الجهاز عبارة عن غرفة أسانسير في نفس الحجم، يعني هيبقى جواه ألواح الأشعة متحركة ومستديرة، بحيث إن كمية كبيرة من الأشعة تمتص داخل الجسم، لأن عندي جزء من الأشعة بينكسر وجزء بيشيل وجزء بينفذ. هتبقى الأشعة دي على محطات الرد. أول حاجة الفيروسات تتكون من DNA و RNA. الفيروسات بتتكون من DNA وغلاف بروتين. غلاف بروتين بيبقى عليه أنتيجين من بره مستقبل اللي هو الأنتي بوديز بتتفق عليه. هنا أنا هعمل أنتي بوديز دي المادة المضادة، أنا هعملها من أجل إنها هي مادة طبيعية اللي بتبقى على شكل الواي. كل فيروس ليه مادة مضادة خاصة بيه. هنا هعمل فيروس أنا وديها للمصاب، بحيث إن أنا هكشف عليها بالأشعة، حتى بالأشعة كده. لو في فيروس فعلا الأنتي بوديز هتلصق بالأنتيجين الموجود على الفيروس. هنا بعدين هنا هدي مصاب المادة المضادة، هبقى مخزنة بره تركيب الأنتي بوديز وتركيب الفيروس. اللي هكشف على الأنتي بوديز اللي اديتها له دي زي كشف الصبغة بالظبط، يعني هكشف عليها هي ولا هو. لو في فعلا في الجسم الفيروس الأنتيجين الفيروس ده المادة المضادة اللي اديتها له هتلصق بالأنتيجين الموجود على الفيروس من بره. لو مفيش فيروس هيطلع لي هنا تركيب الأنتي بوديز اللي اديتها له. يعني لو في فيروس هيديني هنا تركيب الأنتي بوديز وتركيب الفيروس اللي أنا بكشف عليه. لو مفيش فيروس هيديني تركيب الأنتي بوديز بس على محطات الرصد. محطات الرصد دي بتبقى أجهزة الكمبيوتر زي الزلازل لما بتحصل بتديني بره موجات، أنا بعرف في مكان الزلزال وإمتى هيحصل من خلال الموجات دي.